بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، أنا سعيد بالمشاركة في هذه الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة الثالثة للملتقى الاستثماري المغربي الخليجي. في البداية أريد أن أشكر جميع الهيئات والفعاليات التي من المغرب ومن دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت في إعداد وإنجاح هذا اللقاء المهم جدا. وبطبيعة الحال أرحب أيضا بكافة الوفود المشاركة من رجال الأعمال والفاعلين الاقتصاديين والمختصين الذي لبوا هذه الدعوة من دول مجلس التعاون الخليجي ومن الأردن، ويجب أن لا ننسى الأردن، فهو فاعل أساسي أيضا ومشارك أساسي في هذا الملتقى. نحن سعيدون بهذه القفزة والخطوة الكبيرة التي خطتها العلاقات بين المغرب، المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية من جهة، ومع دول مجلس التعاون الخليجي. نحن الآن أصبح عندنا إطار عام جديد يشجع على تطوير العلاقات، أولاً بفعل الرغبة الأكيدة والدعم القوي والتعليمات الشجاعة والحكيمة لقادة هذه البلدان جميعاً، والتي تسير في توجه إرساء شراكة استراتيجية واضحة. وفعلاً أرسيت هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال عمل دؤوب لفرق عمل مستمرة منذ 2010 وطيلة 2011، إلى أن اتفق على هذه الشراكة الاستراتيجية واتفق على خطة عمل صادق عليها مجلس وزراء مجلس التعاون الخليجي مع وزيري خارجية المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية. وهذه الخطة الجديدة والتي هي متاحة للجميع اليوم تركز على القطاعات أساسية، وتشكلت فرق عمل متخصصة، 6 فرق عمل متخصصة تشتغل في هذه المرحلة في هذه المجالات، وخصوصا السياحة والفلاحة والأمن الغذائي وغيرها والطاقات المتجددة وغيرها من المجالات الأساسية التي نعمل على إرساء شراكة استراتيجية فيها. إذن اليوم احنا عندنا أولا رؤية واضحة، ثانيا عندنا شراكة، ثالثا عندنا خطة، وفوق هذا عندنا إرادة. أظن بأن اليوم نحن في عصر ذهبي للعلاقات المغربية الأردنية الخليجية، عصر ذهبي. اليوم القرار السياسي قوي، خطة موجودة، إذن نحتاج في مختلف المجالات العمل أن نفعل هذا على الأرض من خلال برامج عمل ومن خلال إنجازات حقيقية. وأنا كنت دائما أقول بأن الحمد لله بين المملكة المغربية والإخوان في مجلس التعاون الخليجي كانت دائما العلاقات في أعلى مستوى، لكن العلاقات كانت مرتبطة بالأخوة، مؤسسة على الأخوة، على الثقة المتبادلة، على العلاقات الممتازة بين قادة هذه البلدان، بين جلالة الملك ملك المغرب جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه من قبل، وجلالة الملك محمد السادس اليوم، وقادة البلدان الخليجية من الأخوة. ولذلك كانت المشاكل كتحل بسهولة من خلال هذه الأخوة. لكن لم نكن نهتم كثيرا في مرحلة سابقة على إرساء الأطر القانونية والتنظيمية الموضوعية اللي كتبني على هذه الشراكة. وبدأ هذا الوعي منذ سنوات، وبدأنا في تأسيس هذه الاتفاقيات وتوقيعها وتأسيس الأطر الموضوعية لدعم هذه الشراكة. ولذلك أنا أحيي جميع الإخوان والأخوات أيضا الذين شاركوا في هذه المسيرة، مسيرة الملتقيات الاستثمارية المغربية الخليجية، اللي هي فكرة إبداعية وفكرة مهمة التي ستضع على السكة على الأرض هذه الخطة الاستراتيجية وهذه الإرادة السياسية الكبيرة. أريد أن أؤكد مرة أخرى دون أن أطيل ما أكده السيد وزير الدولة من وجود إرادة لدى الحكومة المغربية في أن تعمل على تعبيد جميع العوائق والإشكالات لتيسير الأمور، لتسهيل
القفز بمستوى الاستثمارات الخليجية في المغرب. اليوم المغرب واعد، يتوفر أولا على استقرار سياسي، على وضوح من حيث الرؤية، المخططات القطاعية موجودة في مختلف القطاعات المهيكلة والأساسية. المغرب بلد مفتوح، كل مستثمر هنا ينفتح مباشرة على حوالي مليار شخص عبر العالم من خلال اتفاقية التبادل الحر للمملكة المغربية مع عدد كبير من دول العالم، أو اتفاق تجارة تفضيلية مع عدد كبير أيضا. عندنا اتفاق تبادل حر أو اتفاق تجارة تفضيلية مع حوالي 55 دولة عبر العالم، بمعنى هناك سوق مفتوحة على المغرب والمغرب مفتوح عليها. وأخص بالذكر الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وإفريقيا، وأظن هذه المحاور هي محاور مهمة وأساسية. المغرب اليوم أصبح عنده وزن سياسي في المنطقة وفي إفريقيا بالذات، وعلاقات ممتازة تمكن من أن هؤلاء المستثمرين يمكن أن يستفيدوا من فرص كبيرة في الانفتاح على هذه الفضاءات. إذن اليوم عندنا وضوح رؤية وعندنا واقع جديد يمكن من أن تنجح هذه القفزة الجديدة التي نرجوها والتي نتمناها. أريد أن أرحب مرة أخرى بجميع الأخوات والإخوان، وأكرر الأخوات والإخوان لأن اليوم فهذا البرنامج اليوم فيه ورشة خاصة بالمستثمرات الخليجيات، وأيضا لا شك معهم أخوات من المغرب، وهذا شيء مهم جدا نحن فرحون به ونرحب به، دليل على أنه النساء من الطرفين في المغرب وفي مجلس التعاون الخليجي عندهم فعالية ميدانية، وإحنا نرحب بهذه الديناميكية. إذن أريد أن أرحب بجميع الذين يشاركون في هذا الملتقى، أرحب بجميع الذين ساهموا في إنجاحه، بجميع الذين جاءوا من مكان بعيد. واحد القضية غريبة، على الرغم من أنه بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي هناك تباعد مكاني، لكن القرب في القلوب والقرب في المشاعر والقرب في الأخوة يجعل هذه المسافة كأنها لم تكن. هناك دول كثيرة قريبة وليس بيننا وبين هذه العلاقات المتميزة، دليل على أن هناك أسس عميقة في هذه الأخوة وفي هذه العلاقة ستجعل هذه الأوراش ناجحة بإذن الله حالا ومستقبلا. تحية للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي، أنا نسيت نقطة. هذا الفندق دليل على هذا التمازج والاستثمار المشترك والتعاون في مجال الاستثمار بين المغرب ومجلس التعاون الخليجي. أنتم تعرفون بأن الشركة المالكة لهذا الفندق هي خليجية، والفندق مغربي والعمال مغاربة، وهناك هذا دليل على أن هذه المسيرة هي قديمة ليست جديدة، لكن اليوم نحن نريد أن نعطيها رؤية أكبر ودفعة أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.